أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. تتصدر أسعار اللحوم الحمراء واجهة الأحداث في المغرب مؤخرا بعد أن سجلت ارتفاعا غير مسبوق أثار موجة من القلق في الشارع المغربي. فقد قفزت أسعار لحم الخروف إلى مستويات قياسية، حيث لامست عتبة 150 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما كان يتراوح ثمنها بين 130 و 140 درهما خلال الأسابيع القليلة الماضية. تأتي هذه القفزة السعرية في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء عامة طالت أغلب المواد الغذائية الأساسية. ويرى خبراء أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وخاصة مادة الغاروال التي استقرت عند حدود 15.50 درهما شكل ضغطا إضافيا على تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية داخل الأسواق الوطنية. ومع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك تتصاعد مخاوف الأسر المغربية من استمرار هذا المنحى التصاعدي، وسط تساؤلات جدية حول القدرة الشرائية للمواطنين وإمكانية اقتراء الأضحية في ظل تباين المعطيات الميدانية بين الأسواق المشتعلة والوعود الرسمية. في المقابل، سعى الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس إلى تبديد هذه المخاوف، مؤكدا في تصريحاته الأخيرة أن شعيرة عيد الأضحى ستقام هذا العام في ظروف عادية، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستعجالية لدعم قطاع تربية الماشية، أن العمل جار على إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعبئة موارد مالية ضخمة لضمان استقرار السوق. وأشار بيتاس إلى أن برنامج الدعم الحكومي بدأ يثمر نتائج إيجابية على مستوى التزويد والوفرة، وهو ما من شأنه أن يساهم في ضبط الإيقاع العام للأسعار. رغم هذه التطمينات الرسمية، يبقى الترقب هو سيد الموقف في الأسواق المغربية، حيث يراقب المستهلكون بحذر ما ستسفر عنه الأسابيع القادمة، آملين أن تجد الوعود الحكومية طريقها إلى جيوبهم قبل حلول العيد.